يا اهلا بك يا صديقي في فيلم جديد جامد جدا، ميكس كده بين الاكشن والاثاره والتشويق اللي مش هتلاقيهم غير عندنا يا صديق. عاوزك تركز معايا تسمع القصه للنهايه، وبدون ما اطول عليكم صلوا على النبي ويلا بينا نبدا. بتبدا الاحداث يا صديقي في الهند سنه 1920، والمعلوماتك في الوقت ده كان حساس جدا في تاريخ الهند، لان الثوره بقياده غاندي كانت بدات علشان ياخدوا استقلالهم من الانجليز. وفي الوقت ده الهند حرفيا كانت متقسمة لطبقات سادة وعبيد. وفي قرية باهوسار وبالتحديد في واحد من الاسطبلات بتاعتها بنشوف واحد بنعرف ان اسمه براج شغال هو وأسرته في الاسطبل. بنتعرف على ابن براج الشاب اللي كان اسمه جوفيند، وده بقى صديقي كان واد معتز جدا بنفسه، رافض الواقع اللي مخليه شغال عند الناس، لكنه طبعا كان مضطر يتأقلم على قد ما يقدر مع الوضع لأن مفيش أي بديل. بنعرف بعدها ان الاسطبل ده فيه أنواع نادرة من الحصنة، زي ما بنعرف كمان ان ملك الاسطبل هو بهادور زعيم القرية. وفي يوم من الايام جوفيند شاف جاناكي بنت بهادور وهي راكبه الحصان بتاعها، وكان مستغرب جدا ازاي في ناس عايشه ومعاها فلوس وفي نفس الوقت ناس ثانيه ملهمش اي وظيفه في الحياه غير انهم يراعوهم هم والحصانه بتاعتهم. وفي يوم جوفيند كان بينظف حصان في الاسطبل، وساعتها واحد من اللي شغالين في الاسطبل من غير ما يقصد خبط الحصان اللي بدأ يجري وجوفيند مسك فيه. وساعتها صديقي كان بين نارين، يا اما يسيب الحصان ويقع على الارض يدشمل، يا اما يفضل ماسك فيه. بس المشكله الكبيره بقى هي انه ما كانش يعرف اي حاجه عن ركوب الخيل، وعشان كده الحصان فضل سحله وراه في الوقت اللي جوفيند حاول فيه على قد ما يقدر يمسك نفسه. بس اللي حصل ده طبعا ما جاش سكه مع بهادور، اللي استغرب جدا ازاي ولد من اللي شغالين في الاسطبل يتجرأ ويركب واحد من الحصانه بتاعته. عشان كده خلى رجالته يعلقوا جوفيند وينزلوا ضرب فيه. وقتها لاحظنا ان جيناكي متعاطفه مع جوفيند، وعشان كده طلبت من ابوها يؤمر رجالته يسيبوه، لكن بهادور قال لها اسكت انت، انا اللي بعرف اتعامل مع الاشكال دي كويس. وبعد ما جوفيند استاء من الضرب بنشوف براج وهو بيتحايل على بهادور عشان يخلي رجالته يسيبوا ابنه. وفعلا بعد ما بهادور اطمن ان جوفيند خلاص اتعلم الادب خلى رجالته يسيبوه عشان نشوف امه واخته بعد كده وهم بيحاولوا يعالجوا الخريطه اللي اترسمت على ظهره بعد الضرب اللي اكله. ومن بعد اللي حصل ده جوفيند كان عنده اعتقاد ان جاناكي هي اللي بلغت ابوها عن حوار الحصان، وده بالرغم من انها اصلا كانت متعاطفه معاه ومش هي اللي قالت لابوها على الموضوع اساسا. لكن جوفيند كان مصمم على اللي في دماغه، وعشان كده ما بقاش عاوز يتعامل معاها خالص. وبالرغم من ان الانجليز كانوا مسيطرين على كل حاجه في الهند وقتها يا صديقي، لكننا بنلاحظ ان في مجموعه من المسلحين صحيح كان نشاطهم اجرامي قبل كده، لكنهم دلوقتي ملهمش هم غير تحرير بلدهم. بنعرف ان القائد بتاعهم اسمه فيكرام سينغ، وده بقى كان قائد حقيقي قلبه ميت مش عاوز اي حاجه غير انه يشوف الهند حره. وعشان كده من وقت للتاني كان بيهجم على كتايب الانجليز ويخلص على عدد منهم ويخلع هو ورجالته من غير ما حد يتقبض عليه. بتعدي الايام وفي واحده من المناسبات بنشوف قد ايه الكل بيحترم جاناكي، وبنعرف ان في واحده من التقاليد في المناسبه دي الناس المفروض بيرشوا الوان على وشوش بعض، بس طبعا محدش كان عنده الجرأة علشان يعمل كده مع جاناكي. لكن جوفيند كان شايف ان دي الطريقة المناسبة عشان يحسس جاناكي بانه مش خايف منها ولا حتى بيحترمها، وعشان كده رش الالوان على وشها فعلا. وساعتها جاناكي اتصدمت جدا من اللي حصل وزقته ووقعته في بير المية. ومن اللحظة دي يا صديقي وجوفيند بقى عارف ان بهادور واخو جاناكي اللي بنعرف ان اسمه تيج مش هيحلوه، وعشان كده ضرب خلبوس من المكان وما كانش قدامه غير انه يدخل جوه اول غابة قابلته. بس هناك يا صديقي سمع صوت غريب جدا وكأن في حصان بيجري، واللي كان غريب بالنسبة لجوفيند هو ان الحصان كان سريع جدا. وفعلا بعد ما ركز شوية وبدأ يتتبع الصوت شاف حصان اسود في منتهى الجمال، والرشاقة خطفت عينه وخلاه بيتمنى انه يمتلكه. بس فجأة جوفيند شاف منظر خلاه يتمسمر في مكانه، وده لما لقى بطل الأبطال اللي جايب الإنجليز في شوال فيكرام سينغ بشحمه ولحمه قاعد قدامه مع حبيبته. وساعتها جوفيند قلق جدا وتأكد إنه مش المفروض يبقى موجود هنا، لأن فيكرام ورجالته لو شافوه هيعجنوه. وبالرغم من خوف جوفيند لكنه بعد ما فيكرام اتحرك قرر يمشي وراه، وكان عاوز يعرف أكتر عن اللي فيكرام ورجالته بيعملوه. بس فجأة رجالة فيكرام شافوه وظرفوه واحدة على نافوخه وخلوه يفقد الوعي. ولما فاق رجالة فيكرام كانوا متأكدين انه اكيد جاسوس تبع الانجليز جاي مكانهم عشان يعرف اسرارهم ويبلغها، وعشان كده قرروا يخلصوا عليه. لكن في اللحظة الأخيرة فيكرام بيوصل المكان وبيطلب منهم يسيبوه، وبيبدأ بعدها يتكلم معاه وبيقول له ايه اللي رماك على المر يا ابني وليه جيت هنا برجليك.
وقتها جوفيند بيتكلم معاه بمنتهى الصراحة وبيقول له أنا بحب الهند زيك وزي كل رجالتك وعاوز البلد دي تبقى حرة، وكمان وقعت في حب حصانك من أول نظرة ومن ساعة ما شفته وأنا نفسي يبقى عندي حصان زيه. وقتها فكرام حس من جواه إن جوفيند عيل غلبان وملوش في أي حاجة، وعشان كده طلب من رجالته يسيبوه وقال له دلوقتي الموضوع راجع لك، لو عاوز تفضل وسطنا أهلا بيك، عاوز ترجع مرة تانية وكأن مفيش أي حاجة حصلت براحتك. لكن جوفيند وقتها اختار إنه يفضل وسط رجالة فكرام ويبقى جزء من جيشه لحد ما الهند تتحرر. وفعلا يا صديقي مع الوقت جوفيند اندمج مع رجالة فكرام وكل حاجة كانت تمام. وبنعرف إن الحصان اللي جوفيند بيحبه اسمه أزاد، وده بقى يا صديقي كان حصان قوي جدا وعنيد ومش أي حد يقدر يروضه، وعلشان كده لما جوفيند حاول يطلع على ظهره الحصان وقتها رفض والموضوع كان صعب جدا. وفي الوقت اللي جوفيند بقى خلاص واحد من رجالة فكرام سينج، أسرته كانوا هيتجننوا عليه لأنه فجأة اختفى، وبعد ما فقدوا الأمل والأيام عدت حسوا إنهم خلاص مش هيشوفوا ابنهم مرة تانية. أما جوفيند بقى صديقي فمهمته في البداية كانت إنه يخلي باله من الحصنة، وده بحكم خبرته في شغله جوه اسطبل بهادور طول السنين اللي فاتت، لكنه كان عاوز يعرف حكاية أزاد الحصان بتاع فكرام سينج، وعشان كده سأل واحد من رجالته عليه. وقتها الراجل بتاع فكرام بدأ يتكلم مع جوفيند وقال له انت ما تعرفش قد ايه أزاد متعلق بفكرام وهو كمان متعلق بيه، وده لأنه مربيه من وهو لسه صغير جدا، ومن الوقت ده فضل يراعيه لحد ما كبر وما بقاش يرضى ان اي حد يركب على ظهره غير فكرام بس. وقتها صديق الحوار كبر في دماغ جوفيند وقرر يعمل اي حاجة عشان أزاد يحبه، بس المشكلة ان أزاد كان عنيد جدا، حتى لما جوفيند حاول يأكله وقتها أزاد رفض ورفص واحدة برجله طيره بعيد. وقتها فكرام وصل المكان وبدأ يتكلم مع جوفيند وقال له خلي بالك الحصان عمره ما هيجي معاك كده، لازم الأول تتعلم تركب خيل وبعدها تخلي الحصان يغير، وده عن طريق انك تهتم بحصان بعينه وتبدأ تنفض للحصان اللي انت بتحبه، وساعتها بس الحصان اللي انت عاوزه هيبدأ يهتم بيك. بتعدي الأيام وجوفيند بيبدأ يحس ان دوره المفروض ما يبقاش مجرد سايس بيخلي باله من الحصنة، وعلشان كده بيبدأ يتدرب على الألعاب القتالية مع رجالة فكرام سينج. وبالرغم من انهم كانوا بيحطوا عليه في البداية، لكن جوفيند مع الوقت بدأ يبقى أقوى وتعلم من غلطاته وبدأ هو اللي يحط عليهم. لكن وبالرغم من كل ده بنلاحظ ان اكتر حاجة كانت شغلة جوفيند هي ردود افعال أزاد في الوقت اللي هو بيتضرب فيه. وبالرغم من ان أزاد كان تقلان عليه على الاخر في البداية، لكن مع الوقت الحصان بدأ فعلا يخاف عليه وبقى بيفرح شوية لما جوفيند بيقدر يحط على واحد من رجالة فكرام سينج. ومع الوقت جوفيند كان شايف ان فكرام سينج ده مثل اعلى المفروض فعلا يبقى قدوة كل مواطن هندي، وعشان كده في يوم بيبدأ يسأل واحد من رجالة فكرام سينج عن حكايته. وعشان نعرف كل حاجة بنرجع بالأحداث يا صديقي للوقت اللي الإنجليز قدروا يسيطروا فيه على الهند. ووقتها فكرام سينج كان عايش في القرية زيه زي أي واحد تاني كافي غيره شره وبيحاول يبعد عن أي مشاكل. الصبح بيخلي باله من أرضه، بالليل عايش مع حبيبته ومراته اللي بنعرف إن اسمها كيسار. بس المشكلة بقى صديقي كانت لما عين القائد الخاين اللي أصلا جنسيته هندية لكنه يعتبر هو المساعد الأول للإنجليز في القرية وقعت عينه على كيسار وبقى عاوزها بأي طريقة. بنتفاجئ لما بنعرف إن الهندي اللي بيساعد الإنجليز ده هو تيج ابن بهادور اللي هو كمان خاين وكان بيساعد الإنجليز. طبعا بالشكل ده الموضوع بقى صعب جدا على فكرام سينج، ولما تيج عرف إن كيسار تخص فكرام سينج قرر يكسر عينه، وعشان كده أمر رجالته يقبضوا عليه، وبعد ما علقوه فضلوا يضربوا فيه بكل افتراء. وبالليل بنشوف فكرام سينج وهو فقد الوعي تقريبا من كتر الضرب، بس فجأة زاد بيقرب منه وبيساعده في إنه يتخلص من الرابطة اللي هو مربوطها وبياخده على ظهره وبيهربوا من المكان مع بعض. وبالرغم من إن فكرام سينج ما بقاش موجود خلاص وعاش حياته في الأدغال عشان يبقى كابوس الإنجليز والهنود الخاينين، لكن حبيبته كانت دايما صيناه وتيج ما قدرش حتى يلمس شعره منها. بنرجع من تاني عشان نشوف جوفيند وهو بيسمع الحكاية من الراجل بتاع فكرام سينج عشان يبدأ يعجب أكتر بشخصية فكرام، خصوصا إنه كل يوم بيثبت قد إيه هو راجل وطني بيحب بلده أكتر من نفسه. وبعد وقت قليل بيوصل واحد من رجالة فكرام سينج عشان يبلغوا بآخر تحركات الإنجليز وآخر القرارات اللي تيج أخدها. وبنفهم وقتها إن فكرام بيحرك رجالته في كل مكان عشان دايما يبقى سابق الإنجليز بخطوة ويقدر يحط عليهم. وفي يوم بتجيله معلومة عن كتيبة إنجليزية معدية من مكان قريب منهم، وعشان كده بياخد رجالته وبيقرر يهجم على الكتيبة دي ويعمل معاها الصح. بس المشكلة إنه ما كانش يعرف التسليح بتاع الكتيبة دي، وفجأة الإنجليز بيقرروا يصدوا الهجوم بتاع فكرام سينج ورجالته برشاش ضخم جدا ما يفرقش حاجة عن المدفع.
وبيقدروا فعلا يخلصوا على عدد كبير من رجالة فيكرام سينج اللي عمل كل حاجة قدر يعملها، وبعدها عمل انسحاب تكتيكي هو واللي اتبقى من رجالته. بتشوف جوفيند اللي كان على نفس الحصان مع السينج وقت الهروب، وفجأة جوفيند بيكتشف ان هدومه فيها دم وبيعتقد انه اتصاب، بس الحقيقة يا صديقي هي ان فيكرام اللي اتصاب، والمشكلة بقى ان الاصابة كانت خطيرة جدا. وفي الوقت اللي جوفيند حاول يساعد فيها فيكرام سينج ويعالجه، بنشوف فيكرام وهو عارف خلاص اللي فيها، وعشان كده هو بمنتهى الهدوء بيتكلم مع جوفيند وبيقول له من اول يوم شفتك فيه حسيت قد ايه انك طيب وجواك حب كبير جدا لبلدك. انا واثق انك هتكمل المسيرة من بعدي، ومتأكد انك وباقي الرجالة هتنجحوا في تحرير الهند. بنشوف بعدها مشهد مؤثر جدا يا صديقي، وده لما أزاد ما بيبقاش مصدق اللي بيحصل، وبالرغم من انه فاهم تقريبا كل حاجة لكنه بيحاول يساعد فيكرام سينج اللي بعد وقت قليل جدا بيموت. وبعدها الليل بيليل، أزاد بيكون لسه مش عاوز يتعامل مع جوفيند، لكن فجأة بيهجم ديب على المكان وبيبقى عاوز ياكل جثة فيكرام سينج. وقتها جوفيند بمنتهى الشجاعة بيستخدم النار اللي موجودة وبيقدر يصد هجوم الديب لحد ما الصبح بيطلع، وساعتها جوفيند بيعمل الطقوس الهندية في التخلص من جثة فيكرام، وبياخد بعدها أزاد عشان يمشوا من المكان ويبدأوا يشوفوا هيعملوا ايه عشان ياخدوا حق فيكرام ويحرروا الهند. اما تيج بقى فكان قاعد في القرية مستني بفارغ الصبر الخبر اللي هو عاوز يسمعه من سنين، وفعلا واحد من رجالته بيوصل المكان وبيتكلم معاه، وساعتها تيج بيقلع خاتم من الخواتم الذهب اللي في ايده وبيديهوله، وطبعا ده لانه كان فرحان جدا لما عرف بخبر موت فيكرام. اما جوفيند بقى يا صديقي فكان عاوز ينفذ جزء من وصية فيكرام سينج، وعشان كده راح لمراته وعرفها بموت جوزها، وفعلا اخد أزاد وراح بيت تيج اللي مرات فيكرام كانت موجودة فيه. وطبعا بمجرد ما شافت أزاد فرحت جدا واعتقدت انها تشوف جوزها، بس للأسف لقت جوفيند جايب لها جزء من هدوم فيكرام، وعرفت ساعتها ان جوزها خلاص مات وانهارت من العياط. بيقدر جوفيند بعدها انه يشوف جاناكي بعد ما حس انه ظلمها وانها ما كانتش السبب في اللي حصل له قبل كده ولا حاجة، وعشان كده بيروح البيت عندها وبيقدر فعلا يدخل من غير ما حد يشوفه. بس بيني وبينك يا صديقي الهدف من الزيارة دي ما كانتش محن على قد ما جوفيند اللي كان عاوز يعرف تحركات تيج أخوها اللي يعتبر دلوقتي الراس الكبيرة للإنجليز في القرية. لكن تيج بيحس بصوت في البيت وعشان كده بينادي على أخته اللي بتقوله إن مفيش حد، وبمجرد ما بتلف عشان تكمل كلامها مع جوفيند بتلاقيه اختفى. وبعد ما جوفيند بيخرج من عندها بيقرر يزور أسرته اللي كان بقالهم كتير جدا ما شافوش، وعشان كده بمجرد ما بيدخل البيت أخته بتلاقيه كف على وشه، بس ككف محبة يا صديقي يعني. بيبدأ بعدها جوفيند يتكلم مع أهله عن الأيام اللي قضاها بعيد عنهم، وطبعا أبوه كان خبير في الحصنة، وعشان كده لما شاف أزاد قال له أنت وقعت منين على الحصان ده يا ابن اللعيبة، ده يسوى شيء وشويات. وقتها جوفيند بيكمل الحكاية مع أسرته وبيعرفهم إنه بقى واحد من رجالته وإنه مصمم يكمل المسيرة بتاعته لحد النهاية، ولحد ما يشوف الهند ما فيهاش إنجليزي واحد. أول حاجة جوفيند قرر يعملها بعد كده هي إنه يحط نفسه بين سكان القرية ويبدأ بالطريقة كده يجمع المعلومات اللي يقدر عليها لحد ما يعرف كل اللي بيساعده الإنجليز، ويعرف كمان كل المعلومات عن الإنجليز اللي موجودين في القرية ويدي كل واحد فيهم اللي يستحقه. وفي يوم كان واقف بيشتري حاجات وفجأة لقى جاناكي معدية من هناك، ولما شافته وقفت واتكلمت معاه، ولاحظنا وقتها قد إيه جاناكي بتحب بلدها، ودي طبعا حاجة فرحت جوفيند جدا لأنه كان بدأ يعجب بيها، وفي نفس الوقت كان خايف جدا إنها تكون زي أخوها. وبعد ما بيسيبها بيبدأ يتكلم مع أزاد وبيعرض عليه يشرب، لكن أزاد كان لسه تقلان ورافض. وساعتها جوفيند بدأ يتنرفز عليه وقال له بقول لك إيه، أنا جبت آخر منك، عمال تتقل عليا بقالك كتير وإحنا مش فاضيين للدلع بتاعك ده. بس بيني وبينك يا صديقي أزاد كان متربي على الغالي، وفيكرام سينج قبل ما يموت كان مدلعه على الآخر، عشان كده لما جوفيند افتكر إن فيكرام كان بيشرب أزاد في إزازة معينة حط له مية في نفس الإزازة، وساعتها بس أزاد شرب. بنلاحظ قد إيه العلاقة بين جوفيند وأزاد بقت حلوة، حرفيا جوفيند كان بيعتبر أزاد صاحبه الوحيد وبيفضل يشكي له همومه ويحكي له كل حاجة عاوز يحكيها. أما جاناكي فهي كمان بدأت تعجب بجوفيند، وعشان كده عرفت المكان اللي بيقعد فيه مع أزاد وراحت له، ولما سألته لو كان مسيطر على أزاد ولا لأ، وقتها جوفيند عرضها قوي في حق نفسه وقال لها عيب عليك، ده أزاد ما بيحبش في الدنيا دي قدي. ساعتها جاناكي طلبت منه يركب على ظهر أزاد اللي طيره من قبل حتى ما يركب. ساعتها جاناكي كانت هتموت من ضحك، وبعد الموقف ده جوفيند قرر يتعامل مع أزاد بالطريقة اللي فيكرام سينج نصحوا بيها زمان، وعشان كده بدأ ما يبينش انه مهتم بيه قوي. من ناحية كان بيراعيه وبيعمل له اللازم، بس في نفس الوقت مش بيحسسه ان الدنيا يعني واقفة عليه. وفعلا يا صديقي طريقة فيكرام بدأت تنجح، بس أكبر مشكلة كانت واقفة في طريق جوفيند
هي إن أزاد كان رافض أصلا إن جوفيندي يطلع على ظهره وقت ما فيكرام كان عايش، ومن بعد ما مات الموضوع بقى أصعب طبعا. وعشان كده بعد ما جوفيند اشترى سرج عشان يحطه على ظهر أزاد ويركب عليه، وقتها أزاد كان رافض تماما، ودي حاجة خلت جاناكي اللي كانت موجودة في المكان تفضل تضحك. وقتها جوفيند اتنرفز جدا، لكن جاناكي بدأت تتكلم معاه وقالت له خلي بالك الحصان زي الإنسان بالظبط، بيحس بالحنية، وصدقني لو اتعاملت معاه بالراحة هيحبك جدا. فعلا يا صديقي لما جوفيندي بدأ يطبطب على أزاد ويتكلم معاه بالراحة ويقول له أنا مش بعمل كده عشان أهينك أو أضايقك، لكننا بنعمل كده بطل عشان ننفذ اللي حبيبك طلبه مننا قبل ما يموت. وقتها بس أزاد بدأ فعلا يهدى، لكن بعد ما جوفيندي طلع على ظهره وفضل يرفص وقعه أكتر من مرة، بس المرة دي بقى جوفيندي كان مقرر ما يستسلمش، وعشان كده فضل يحاول كتير جدا لحد ما أزاد اتأكد إن جوفيندي فعلا مش بيعمل كده عشان يتحكم فيه أو يضايقه، وأخيرا خضع ووافق فعلا إن جوفيندي يبقى الفارس بتاعه وانطلق بيه. وساعتها جوفيندي ما كانش مصدق نفسه وكان طاير من الفرحة، وحس إن رحلة التخلص من الإنجليز خلاص بدأت. وفي نفس الوقت جاناكي قربت جدا من جوفيند، ولأنها هي كمان بتحب الحصنة كانت دايما بتتسابق معاه، وبدأوا يتعلقوا ببعض أكتر. وفي الوقت ده جوفيند كان فرحان جدا لأن جاناكي معظم الوقت معاه، ده غير أزاد طبعا اللي خلاص بقى بيسمع الكلام في كل حاجة. وفي يوم من الأيام كانوا بيتسابقوا زي عادتهم والدنيا رايقة معاهم، بس فجأة لقوا مجموعة من الضباط قدامهم، وساعتها جوفيند فهم إن دول تبع تيج، يعني من الآخر كده أكيد هو وأبوه هياخدوا خبر باللي حصل. وفعلا يا صديقي إحساسه كان مظبوط، لأننا بنشوف بعدها بهادور وهو بيتكلم مع براج وبيقول له أكيد فاكر طبعا يوم ما جيت لي وأنت حافي ومش لاقي تاكل واتحايلت عليا عشان أشغلك في الاسطبل بتاعي، ساعتها أنا كنت حنين معاك وتعاطفت عليك وشغلتك وكمان سكنت أسرتك في الاسطبل. من الآخر كده ومن غير كلام كتير اتكلم مع ابنك وعقله، لأن عينه بدأت تعلى على حاجبه وبقى عايز قال إيه يعدل على أسياده، كأنه فاهم خلاص البلد دي مصلحتها فين. الناس هيفضلوا طول عمرهم طبقات واحنا الأسياد، وعارفين إن الهند مصلحتها دايما مع إنجلترا، الناس مش قاصدين شر ولا عاوزين غير مصلحتنا. شوف لك حل في ابنك، لأنه لو فضل راكب دماغه كده وعامل فيها عم الثورجي هزعلك عليه. وقتها طبعا يا صديقي براج خاف جدا على جوفيند، خصوصا لأنه عارف كويس جدا إن اللي زي بهادور مش بيهزروا، لكن جوفيند كان خلاص مختار طريقه وشايف إنه لازم يفضل مكمل فيه لحد ما الهند تتحرر من الإنجليز، وعشان كده بدأ يلم الناس حواليه ويفهمهم الدنيا ماشية ازاي. وفي يوم كان بيتكلم مع الناس وهو راكب حصانه، وساعتها ابوه ظهر في المكان وبدأ يقول له سيبك من اللي انت بتعمله ده، لانك ممكن تدفع حياتك ثمن ليه. وساعتها جوفيند قال له وقتها مش هكون زعلان، بالعكس هموت وانا عاوز احرر بلدي، ودي حاجة هتخليني ميت فخور، على العكس من لو فضلنا كلنا نتفرج على الانجليز وهم عمالين ينهبوا خير بلدنا. احنا كده ولا كده هنموت، بس على الاقل خلينا نموت واحنا بنحرر بلدنا بدل ما نموت واحنا سايبينها في ايد غيرنا ونورث الذل للي جايين بعدنا. طبعا يا صديقي كل الاخبار دي كانت بتوصل اول باول لتيج، وفي قصر ابوه لاحظنا ان جاناكي دايما قلقانه جدا لانها بتحب جوفيند وخايفه عليه. وفي يوم حست انها جابت اخرها من اخوها وابوها، وعشان كده اتكلمت معاهم بمنتهى الصراحه وقالت لهم انا شايفه انكم جايين قوي على جوفيند، الراجل بيحب بلده وبيحاول يدافع عنها من وجهه نظره، سيبوكم منه بقى وخلوه في حاله. وقتها اخوها كان هيسفخها كفه على وشها، لكن ابوه حط ايده على ايده وطلب منه يهدى. وبعد ما جاناكي قامت بهادور وتيج قرروا يكسروا عين جوفيند، وعشان كده بعتوا رجالتهم يهجموا على أزاد عشان يسرقوه. وفي الوقت ده براج حاول يدافع عن الحصان لكنه أكل علقة سخنة، ولولا ان جاناكي فضلت تتحايل على رجالة اخوها يسيبوا أزاد كانوا قتلوه. بس اللي كان أهم بالنسبة لتيج هو ان الناس كلها تعرف ان اي حد هيعارضه هيتعمل عبرة للكل، وعشان كده رجالته بعد ما قبضوا على جوفيند وقتها تيج أمرهم يعلقوه وبدأ يضربوا بمنتهى القسوة. وبعدها رجالة تيج قدروا فعلا ياخدوا أزاد لأنهم كانوا شايفين إن الحصان اتحول من مجرد حيوان وبقى رمز للمقاومة في القرية. وبالليل بنشوف جاناكي وهي بتعمل موقف شجاع جدا، وده بعد ما فكت جوفيند وأخدته على ظهر الحصان بتاعها ووصلته للمكان على المركب اللي عليها أزاد موجودة فيه. وهناك شفنا جوفيند وهو مستعد يعمل أي حاجة عشان يرجع أزاد مرة تانية، وبالرغم من انه تعبان جدا بعد اللي حصل معاه قبلها بكام ساعة، لكنه نط في المية وقدر يستخبى ورا البراميل اللي موجودة على المركب. وبعد ما اول واحد لقاه وقتها جوفيند اداه، وأزاد كمان بدأ يساعده، واللي كان بيجي جنبه كان بيظرفه رفصة بين حواجبه. وعشان كده جوفيند قدر ياخد أزاد ونط بيه في المية ورجع على القرية عشان يعرف هناك ان الانجليز مقررين يعملوا سباق حصنة.
وقتها وبمجرد ما جوفين دي ظهر كل اهالي القريه كانوا فرحانين جدا، وجناكي لبسته نفس القماشه السوداء اللي فيكرام كان بيحطها على راسه وكانها بتقول له انت الزعيم الجديد. بيبدا السباق فعلا، بس المشكله ان ازاد فجاه بيقرر ما يجريش وكانه شايف ان دي خيانه لفيكرام، وفعلا الحصان بيبدا يعيط يا صديقي وهو عمال يفتكر فيكرام. لكن لما بيلاقي جوفين دي بدا يعيط هو كمان بيحس ان صاحبه محتاج له، وعلشان كده بيقرر يساعده. وبالرغم من ان جوفين دي دخل السباق متاخر جدا، لكن ده ما فرقش معاه، وبنشوف ازاد وهو بيقدم ملحمه حرفيا. بس المشكله ان قبل خط النهايه ما كانش فيه اي نزاهه، والمتنافسين بتوع جوفين دي كانوا بيحاولوا يعطلوه، لكن قبل خط النهايه بمتر تقريبا جوفين دي قدر يعدي ويكسب. وقتها بس كل اهالي القريه بقوا شايفين ان كل حاجه ممكنه طالما هم متمسكين بحقهم. وفي الوقت ده بس الانجليز حسوا ان نهايتهم في الهند خلاص قربت، وهنا بيخلص الفيلم. فما تنساش بقى لو عجبك الفيلم يا صديقي حط لايك وسيب كومنت جميل واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. سلام.